اسمي لطيف ميري مواطن تونسي. فيما يخص الموضوع اللي حكينا عليه نتاع الاعتداءات ونتاع التهديدات اللي تعرض لها كل من يفتح ملف فساد وكل شيء، هذه حاجه نعرفوها معناها بريسك من اللي بدات الثوره. الحكايه هذه صارت معناها نتذكروا سي فرحات الراجحي وقت اللي يتكلم معناها في فتره معينه الضغط اللي صار عليه هذاك الكل، وقت الناس اللي هدوا عليه في الداخليه، بينما السيد هذاك انسان شريف ونظيف فهمني، ولا على خاطر حب معناها يخدم معناها بطريقه معناها انظف وكل شيء. رينا من بعده سمير الفرياني زاد حب يتكلم ولا يكشف حقيقه معينه فهمتني، تعرض معناها برشا ضغوطات وتوقف على العمل نتاعو وصار فيه مسار. رينا مختار اليحيوي هذا زاد معناها قاضي معروف في تونس فهمني، ولا ديما يحب يتكلم على الامور هذه، زاد تعرض لبرشا معناها مضايقات. ورينا ديرنيير مو معناها سي شريف جبالي فهمتني مؤخرا. رينا السيد هذا المحامي اللي قدم قضيه في سي كمال الطيف رجل الاعمال هذا واللي هو، رينا كيفاش تعرض. بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لاغلبيه المستقلين في تونس ما هماش متحاسبين، واحد كيف فرحات الراجحي ولا سمير الفرياني ولا مختار اليحيوي ولا السيد هذا اللي فتح توا معناها اللي قدم قضيه في كمال الطيف، ولا معناها الناس هذوما اللي ظهروا في الثوره هذه احنا راهو نحبوهم بقلوبنا، خاطر احنا معناها هذوكم هما الناس معناها اللي يمثلونا احنا كمستقلين ماناش متحاسبين به، وبندافعوا عليهم باللي نقدروا احنا باش ندافعوا عليهم. اما فيما يخص هذوما العصابات اللي قاعده معناها ما قاعد تعطل معناها فهمني، ولا باش يتحل معناها فيهم تحقيق ولا حاجه اليوم ولا غدوه ولا معناها في اي وقت باش يتكشفوا. وعلى الحكومه لهنا ما تقولش عطلوني وما عطلوني وما نجمش وكذا، الحكومه زادت تكون صريحه وتكون واضحه، يا افتح ملفات معناها ملفات الفساد وعاقب الناس الكل كيف كيف، خاطر مش كان كمال طيب في تونس، شفيق الجراي هذا فهمني ولا كان خضار اصبح يملك تونس كامله، سمع اصبح يملك تونس كامله، برشا رجال اعمال في تونس. لا بدون ذكر اسماء نحاول ان نتحدث عموما حتى لا نسقط في ربما في موضوع التشهير. واضح. في بعيدا عن التشهير، رجال اعمال بصفه عامه كلهم نهبوا ثرواتنا، الكلهم معناها كانوا سبب معناها في الفقر في تونس، على خاطر الدقله جايه من معناها من توزر ب 800 فرنك تتباع ب 3000 فرنك، الفوسفات معناها والبترول والحلفه والطماطم وكل شيء هم اللي غلاوا الاسواق علينا فهمتني، وهم اللي نهبوا ثروات البلاد. احنا الناس هذوك ما نحبوا يرجعونا فلوسنا هذيك، اكلوتله وكل واحد كلهم تاعنا، وفلوسهم هما اللي قاعدين يتحركوا بها وقاعدين يشيخوا بها ويسافروا بها ويقريوا بها في صغارهم، هذيك فلوسنا احنا. يلزم الحكومه هذه تحط مؤتمن عدلي على املاك الناس هذوكم، مش كان كمال طيف هكاو بقيه رجال الاعمال، ويلزم على الشعب هذا اللي قام بالثوره وخرج في قصبه واحد وقصبه اثنين، يلزم ما يصيبش بالاحباط، يلزم ديما يتابع شنو اللي قاعد صاير وديما يضغط على الحكومه هذه باش تفتح ملفات الفساد. طيب يعني تتحدث عن الدعم ومساندة من يفتح ملفات الفساد وحمايتها ايضا، حسب رايك من هو المخول من المفترض ان يقوم بحمايه هؤلاء، يعني المحامي او غيره؟ انا نرى انه بالنسبه كيف السيد اللي فتح معناها تحقيق معناها في كمال الطيف وغيره في سي فرحات الراجحي، انا بدون اسماء انا نرى انه الشعب هو الوحيد اللي قادر حمايتهم هذوما، الشعب هو اللي قادر حمايتهم، وقت اللي يطيحوا الشعب هو اللي يلزموا يقف معاهم ويلزموا يساندهم. كيف سمير الفرياني وقت توقف على الخدمه يلزم العباد تقدم له مسانده، على خاطر عنده عائله ما عندوش منين يصرف فهمني باش السيد هذاك يواصل فهمتني، لا يلزم المواطنين وعلى الحكومه زاده يلزم تقوم بحمايتهم، وعلى الحكومه معناها توا كيف السيد هذول نحكيو عليه رجال اعمال واحد وكذا، يلزم تحل ملفات التحقيق، شكون موقفها؟ ما ثم حتى موقف معناها حل فهمتني، ولا الدوسيات نتاعهم وابعث لهم كيف ما تبعث مثلا للسلفي اللي خرج في التلفزه السيد الولد هذاك اللي خرج في التلفزه سي بلال، ولا الولد هذاك اللي تكلم واعطى افكاره معناها على الدين وواحد وكذا، وقال لا جهاد في تونس، وقال تونس معناها ارض دعوه وكذا فهمتني، وكان وليد عاقل ومتربي ومرينا منه حتى شيء، كيف ما تشد السيد هذاك فهمتني، يلزم كمال طيف زاد يبعثوا فيه برقيه تفتيش ويلزم يوقفوا عن تحدوا فهمني، مش انسان يجي باش يعطي فكر معناها فهمني ولا على الاسلام وعلى كذا فهمني بطريقته يتوقف على معناها يتوقفوا معناها وترهيب وواحد وكذا، بالمقابل نلقاو عباد معناها ينشروا معناها بالعكس بالضبط، نلقاهم معناها تلقاه كيف الرسوم مسيئه للاسلام، كيف العباد الافلام هذيك اللي صارت الكل، كيف معناها برشا حوايج. واضح.